طب ايه الاكسبلور دي؟ الاكسبلور ده هو مدير الملفات، ده اعتبره حارس الملفات بتاعتك. انت بيبقى عندك هنا ملفات بتحط، اول ما اتكيت عليها اهو تمام ظهر لي الخانه دي. الخانه دي هي ايه؟ هي بتاعه الملفات دي، الملفات اللي انت هتحطها كلها اللي هتبقى موجوده على اذا كان بقى تحط ملفات بايثون، ملفات اي لغه تانية مش اشكاليه. تمام تمام. يبقى ده هو مدير الملفات بتاعتك. تقدر من خلاله انك ايه؟ تضيف ملف، تعمل نيو فايل او تعمل نيو فولدر او كمان تعمل كود وذا سم. من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام. لابتوب مفتوح قلبك مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في المحاضرة اللي فاتت نزلنا الادوات اللي هنشتغل عليها اذا كان بيئة العمل، ونزلنا في بيئة العمل فيجوال ستوديو كود، وكمان نزلنا بايثون كلغة برمجة. تمام تمام. خلينا بقى نبدأ مع بعض كده. احنا هنا فاتحين الفيجوال ستوديو كود، اول فتحة بالنسبة لنا اهو ده الفيجوال ستوديو كود. مديني هنا صفحة الويلكم، وهنا بيقول لي نيو فايل ولا اوبن فايل ولا اوبن فولدر، والكلام ده جميل جدا. بس انا عايز في صفحة الويلكم حاجة مهمة جدا، وهي الجيت ستارتد ويز في اس كود. ببدا اخش عليها هلاقي 3 خيارات عندي، وخلي بالك انك تقدر تختار الثلاثه. تمام تمام. ايه بقى الثلاث خيارات دول؟ اول خيار انك تقدر تستخدم الاي اي فيتشرز بتاعه الايه البرنامج اللي هو فيجوال ستوديو كود. تمام تمام. يعني هنا تقدر تستخدم الاي اي وتساله ويجاوبك، وكمان يعمل لك كود في قلب ايه؟ في قلب الاديتور من جوه. تمام تمام. انا مش مفعلها، لو عايز تفعلها بتفعلها من هنا. عندي حاجه اسمها تشوز يور سيم. اللي تشوز يور سيم عباره عن ايه؟ عباره عن تختار السيم بتاعك. انا مختار الدارك مودرن، تقدر انت تختار اللايت مودرن، تقدر تختار الحاجات دي كلها. متوفر عندك 4 اختيارات. تمام. انا هختار الدارك مودرن. عندي كمان الواتش فيديو تيرتل، اللي هو تقدر تشوف الجيت ستارتد ازاي تبدا على الفيجوال ستوديو. تمام تمام. ده اللي انا كنت عايزه من الويلكم او من صفحه الويلكم، اللي هو ايه؟ الصفحه دي. لو انت مش عايز الصفحه دي تظهر لك تاني، فبتقول له ايه؟ تعمل ده ان اكتف بالشكل ده. كويس كويس. بعد كده هتلاقينا اما شلنا صفحه بتاعه ويلكم هتلاقينا دخلنا على صفحه تانيه. ايه الصفحه دي؟ اول حاجه هتلاقي معاك حاجه هنا اسمها اكسبلور. طب ايه الاكسبلور دي؟ الاكسبلور ده هو مدير الملفات، ده اعتبره حارس الملفات بتاعتك. انت بيبقى عندك هنا ملفات بتحط، اول ما اتكيت عليها اهو تمام ظهر لي الخانه دي. الخانه دي هي ايه؟ هي بتاعه الملفات دي، الملفات اللي انت هتحطها كلها اللي هتبقى موجوده على اذا كان بقى تحط ملفات بايثون، ملفات اي لغه تانية مش اشكاليه. تمام تمام. يبقى ده هو مدير الملفات بتاعتك. تقدر من خلاله انك ايه؟ تضيف ملف، تعمل نيو فايل او تعمل نيو فولدر او كمان تعمل ريفرش. ده اول حاجه، ده الاكسبلور. تمام. اهم حاجه لازم نعرفها وهو دي مدير الملف. في الجزء ده كمان انا اقدر ان انا اشوف حاجه اسمها اكستنشن. الاكستنشن دي هي الاضافات. يعني ايه اضافات؟ طبعا انت دلوقتي هتقول لي ان بايثون مش ظاهر عندي، او ممكن يكون الران كود او اللي هو زرار التشغيل مش ظاهر عندك، عشان اصلا بايثون ما نزلتش عندك. فبتبدا ان انت هي بايثون نزلت وكل حاجه على الجهاز، بس لسه ما اتثبتتش عندك على الفيجوال ستوديو. بنخش هنا على اكستنشن، وتقدر ان انت تخش من هنا على اكستنشن، وتقدر ان انت تبحث على بايثون. اهو هبحث على بايثون بالشكل ده، هلاقي ان هو بيبحث لي على بايثون اهو. بايثون ممكن هبحث على دي اهو، بايثون اهي. تمام. اقدر انزل ده، انا منزلها كده كده، فبقول هنا انستول، يعني كده انا منزلها. تمام. وهنا برضو اقدر انزل كمان البايثون اللي هو باج. تمام. اقدر انزلها كمان. يبقى كده انا منزل الاثنين دول، دي اللي احنا محتاجينهم في الاكستنشن دلوقتي. كويس كويس. دي اضافات اقدر استخدم. تعالى بقى معايا. عرفنا ان ده مين؟ عرفنا ان ده هو مدير الملف. امال ده ايه؟ ده المطرح اللي انا بكتب فيه الكود، او ده المكان اللي انا بكتب فيه الكود. كويس. عندي كمان حاجه اسمها تيرمينال، مهمه جدا. التيرمينال هنا لو جيت فتحت نيو تيرمينال، هنا عندي التيرمينال اهو. لو جيت عملت نيو تيرمينال بالشكل ده هيفتح لي التيرمينال هنا كده، والاقي ان التيرمينال اللي هو ايه؟ واقف كده ما بيتحرك. ده اولا ده المسار بتاع الفولدر بتاعك اللي انت عامله. تمام. انا عامل فولدر اسمه بايثون. كويس. وفاتح بيه الايه؟ الفيجوال ستوديو كود بالشكل ده. حلو قوي. تعالى بقى نتعلم ازاي نكتب كود. كويس. التيرمينال ده هو اللي بيظهر ايه؟ الكود بتاعي او الاوتبوت بتاع الكود بتاعي. تمام تمام. خلينا نبدا كده ونعمل فايل عشان نخزن فيه الكود بتاعي. اول حاجه اقدر اعمل فايل من كذا حاجه. انا طبعا هنا انا عامل فولدر
فولدر اسمه بايثون. لو جينا بره كده، طلعنا بره على الديسك توب بتاعنا، هنلاقي الملف اسمه بايثون اهو. تمام، الملف اسمه بايثون هنا اهو. تمام. لو دخلت عليه هلاقي ان هو فاضي، ما فيهوش اي حاجه. هخش على الفيجوال ستوديو كود تاني، واقدر هنا كليك يمين وانا واقف على في الجزء بتاع الاكسبلور، وكليك يمين هيقول لي هنا نيو فايل او نيو فولدر اللي انت عايزه. تمام، او اقدر اجي احط اعمل ايه، اعمل الجزء ده او انادي على الجزء ده اللي هو نيو فايل ده اللي هو اول خانه دي. تمام، وابدا اكتب ايه، وابدا اكتب الملف بتاعي اللي انا عايزه. هكتبه مثلا انا دلوقتي هنكتب مثلا واد عباره عن ايه، فاندمنتال، حاجات اساسيه كده، فاسميه فاندمنت. من الاحسن ان احنا نسميه بالاسم اللي احنا مثلا احنا بنعمل برنامج كذا، فنسميه باسم البرنامج اللي احنا عشان ما نتلخبطش، لان هيكون عندك ملفات كتير في المستقبل ان شاء الله. تمام، وحطينا حاجه اسمها دوت بي واي. ليه حطينا دوت بي واي؟ ارجع كده تاني، لو احنا سايبينه كده فده مش هينفع. تمام، لان كده انت ما حددتلوش انا هشتغل بلغه كذا، لان الفيجوال ستوديو كود بتشتغل عليه لغات كتير جدا زي السي بلس بلس وجافا و اتش تي ام ال سي اس اس، الحاجات دي كلها بتشتغل على الايه الفيجوال ستوديو كود. تمام. خلينا كده ناخد، قلنا دوت بي واي. بي واي اختصار لبايثون، قلنا دوت بي واي هي اختصار لبايثون. فكده حتى لو انا شلت الدوت بي واي مش هلاقي ما كانش هنا في لوجو للبايثون. اول ما حطيت الدوت بي واي ظهر اللوجو بتاع بايثون. تمام، واعمل انتر عشان يبدا ان هو يتثبت كويس كده. انا عملت ملف، انشات ملف جديد، ابدا اكتب فيه بقى ولا اعمل ايه؟ تعال نشوف بقى هنكتب ايه. اولا الخانه اللي انا بكتب فيها دي كلها اسمها ايه؟ اسمها الاديتور. ده الاديتور، جزء الاديتور ده اللي انا بكتب فيه الكود بتاعي. تمام. وعندك هنا سيرش، طبعا عندك هنا سيرش، اقدر ان انا اسيرش على الكود بتاعي، كود معين هنا. خلينا نكتب امر كود كده. لو كتبت هنا برنت مثلا ويلكم، كلمه برنت ويلكم، هنلاقي الكلام صغير شويه. انت ممكن انت شايف الكلام صغير شويه، طب ما تيجي ان احنا نكبره شويه. هروح للسيتنج من هنا، من الجزء ده هروح للسيتنج. تمام، واكتب ايه؟ اكتب الفونت سايز، الفونت سايز بتاعه الاديتور ده، الاديتور اللي انا بكتب فيه ده عايز اكبر الايه، الفونت سايز بتاعه. خلي بالك ان اسمه اديتور. تمام، هشيل ال 18 واحط مثلا 22، فكده هكبره بمقاس 4 تمام بكسل، 4 بكسل، زاد 4 بكسل اهو، وبقى كبر شويه. الحجم ده مناسب ليا. برنت ويلكم، برنت ويلكم وظيفتها ايه؟ برنت دي وظيفتها اللي هي تطبع نص، تطبع رقم، تطبع اي حاجه، اي بيانات انت بتحطها جوه الاقواس بتاعتها فتطبعها. هي عباره عن فانكشن. طب ايه فانكشن اصلا؟ فانكشن ديت هي امر او وظيفه. برنت عباره عن الوظيفه دي ان هي بتعمل لك ايه؟ هي هتعمل لك ان هي انت بتامرها تطبع حاجه، الحاجه دي بكتبها جوه الاقواس بتاعتها. تمام. فانا قلت برنت ويلكم، يعني بقول لها اطبعي كلمه ويلكم. طب ليه انا حاطط دبل كوتيشن اللي هي من شيفت طه؟ ليه حاططها العلامات دي من شيفت طه؟ ليه حاططها؟ قال لك لان انا عندي حاجه اسمها النص. اي نص في بايثون بحطه ما بين العلامه دي اللي هي من شيفت طه بتعمل لي الدبل كوتيشن، من شيفت طه بتعمل لي الدبل كوتيشن. طب من طه بس بتعمل لي سنجل كوتيشن. الاثنين ينفعوا، يعني لو كتبت ويلكم كده تنفع، ولو كتبت كمان برنت بالشكل ده، برنت بالشكل ده، وكتبت الدبل كوتيشن، معلش، وكتبت الدبل كوتيشن وكتبت ويلكم برضو ايه، هتمشي وزي الفل، وهتبقى زي الفل. كويس. تعالى كده نرن للكود. هلاقي هنا جزء الرن اهو، حته الرن كود اهو، بيقول لي رن كود، او ممكن اعملها من كنترول الت ان. كنترول الت ان بيعمل لي رن للكود اهو. عمل لي ويلكم اهيت، طبع لي ويلكم مرتين. طب ليه طبعها لي مرتين؟ لان قايل له اطبع ويلكم مره وكمان مره. تمام، فبرنت بتطبعها لي. طب بتطبعها لي فين؟ في التيرمينال، طبعتها لي في التيرمينال اهو. تمام كده احنا فهمنا الفكره بتاعت انا الاقي مثلا الكلام صغير شويه في التيرمينال. هو ينفع اكبر الكلام اللي في التيرمينال ده؟ كل حاجه تقدر تتحكم فيها عن طريق السيتنج. اخش على السيتنج. تمام، واكتب فونت سايز. تمام، والمره دي اكتب ايه؟ اديتور ولا اكتب تيرمينال؟ هكتب تيرمينال، الله عليك، هكتب تيرمينال. هتلاقي ظهر معايا اول حاجه اهو تيرمينال. تمام، الفونت سايز بتاعها هلاقي ان هو معمول 15. تمام، انا ممكن اعمله 18 كويس جدا فيها. تمام، طبعا نشيل بقى هنا هتلاقي كبر شويه. تمام، تقدر تكبره اكتر من كده، ولكن انا هو كويس بالنسبه لي ال 18 ده. تمام، حلو قوي كده. احنا فهمنا ايه هو الاكسبلور، مدير الملفات. عرفنا بكتب الكود فين، بكتبه في الاديتور هنا. تمام، وكمان عرفنا هو بيتنفذ فين، عندي بيتنفذ في تيرمينال، وكمان عندي حاجه اسمها الاكستنشن عرفتها، وعرفنا ازاي اظبط الاعدادات بتاعه الفونت سايز، وكمان اقدر ان انا اتحكم في الران كود، وكمان الحاجات دي هنعرفها ان شاء الله بس مع الوقت. تمام انا كده خلصت المحاضره دي، وتعالوا المحاضره الجايه علشان نفهم
هو الدنيا دي بتشتغل ازاي اصلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخطوة توصل وحدك.